اغلب الموبايلات دلوقتي ايفون او سامسونج، اي حاجه من الاثنين دول بتكون ضد الميه. وطبعا سامسونج بيكون ضد الميه اكتر شويه من ايفون. ايفون مش مضمون تماما في حوار ضد الميه. بس برضو السامسونج لو انت لسه جايبه جديد نزله الميه عادي. بس سامسونج لو انت لسه جايبه جديد وانا مكانك، لا ممكن انزل بالميه، بس انا ما بقولكش روح اعمل كده. تمام. بعد ما بيقعد معاك فتره بيحصل حاجتين خطر جدا. اول حاجه لو موبايل بيقع منك كتير مثلا او وقعتين، اللزق بتاع الظهر من هنا بيفك. تاني حاجه لو انت بتسيب موبايلك بيسخن كتير، من هنا السخونيه بتخلي اللزق بتاع الظهر برضو يفك. فموبايلك بعد سنه بنسبه كبيره ما بيكونش ووتر بروف، فانت لازم تخلي بالك جدا لو بتنزل بالميه مع الاستعمال ممكن ما يكونش بقى ضد الميه. فتخلي بالك عشان ما يحصلش حاجه. كان معايا نوت 10 بلس كنت بنزل بالميه كتير جدا، لغايه لما في مره وقع مني وانا ما خدتش بالي، كان الظهر من هنا فك حته صغيره جدا. نزلت بيه البول وبتاع، وبعد وانا خارج لقيت الشاشه بتفلاش، الجهاز فضل شغال، ورحت التوكيل بس كانت البصمه اللي اتحرقت والجهاز فضل شغال عادي. فخلي بالك وبس كده. صلى على النبي. سلام.